عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم عندنا طريقة شرح فورمات HP. حسب النوعية تختلف البوت مالتها. بالنسبة لي حفرمت على فلاش رابطة على USB 2. شلون تعرفه؟ اليو اس بي 2 دائما الحالة ماكو واحد بصفه، اليو اس بي 3 دائما اثنين سوا، واحد بصف الثاني. نجي نشغل اللابتوب، ندوس FTS على السريع، ننزل على اليو اس بي اللي هو الفلاش مالتنا توشيبا، ندوس انتر راح تفتح. لو عندي سي دي درايف كان اخذت سي دي درايف. هنا تجي تسوي على عربيك عراق، اللغة مال الكيبورد اللي تكتب بيه. دوس next install now. هنا شنو عندي؟ 64 بت وعندي 32 بت. 64 بت شلون نعرف؟ يعني المن انفرمنتها للكوراي 5 دائما هنا تلقى كوراي 5. هسه هاي اي 3، عندك هذه اي 5. هاي اي 5 اخذ لها 64 التيميت 64. التيميت 86 اخذ لها الكوراي 3 سيليرون 2 كورتيديو حسب اللي عندك. طبعا النسخة مالتي اكثر من نسخة، بيها الهوم وبيها الستار، فالتيميت اضبطهن. نجي ندوس نيكست وندوس سبيس او تحط صح على المكان اللي تريده وانتر، وننزل ثاني خيار. هنا تدوس على درايف وتسوي فورمات وتدوس نيكست، راح يعد عندك عداد 100. ورا ما تخلص 100 راح ترست ورا ما يخلص العداد سيت اب تطلع لك. تنتظر شوي هنا وراح ترست يمكن اللابتوب وترجع تشتغل من جديد. تنتظر شوية، هاي بس أول مرة. هنا أنا راح أكتب اسم اللي فرمت يعني انش إيه. ندوس انتر أو نيكست. هنا أنا تريد تحط باسورد أو كيفك لا تحط، دوس نيكست. هنا اكو نسخ متفعلة، يعني هسه انا نسختي متفعلة اوتوماتيك. اكو نسخ الا تحط سيريال تتفعل او تحط لها كراك. المهم دوس نيكست، اختار اول واحد. اذا تريد كله تدوس هنا كله انتر، خصم الحكي انتر. تنتظر شوية. هسه اني راح يتفعل النسخة عندي مثل ما قلت لكم اوتوماتيك تتفعل.
ويلكم. هسه اللي هنا خلصت عندنا الفرمتة، حط رست من جديد. هسه عندنا الويندوز هنا انتهى كل شي. هذه الفورمات. طبعا عندك وراها تعاريف، وراها تنزل برامج. هسه شلون نطلع الكمبيوتر والدوكيمنت يعني سوالف. تروح properties اخر شي. شنو هذي؟ انا properties نجي ما يحتاج. يلا خلينا نطلعها منه. تروح على اخر وحدة، تروح على change desktop icons. تختار هنا كمبيوتر، وهنا بس فايل، وهنا كنترول بانل، والنيتورك، وتدوس ابلاي. اوكي. تطلع عندك، تروح تشوف تعرف كمبيوتر properties device manage. شنو ما متعرف عندك؟ بلوتوث، كرت شاشة، وكوما سوالف. فهاي انتظرونا على الشرح الثاني، اشرح لكم شلون تعرفون التعاريف. وشكرا. ها.